بنزيما ما قلب. حمد الله كان بيلعب لوحده النهارده. ايوه حمد الله احسن من بنزيما. حمد الله بنزيما متعالي على الكوره، شايف نفسه خلط. بنزيما اوت برا. حمد الله والله حمد الله اقسم بالله نرجي. بنزيما ما قلب. ليه حمد الله يكمل؟ افضل. ما شفت تيك تاك اللي عنده قاعد تك يشوت سجل هدفين افضل من بنزيما مضيع هجمتين قدام المرمى. العالم الا بنزيما مضيع بلنتي قدام الاهلي، وشوف دحين كيف. انت جاي تشمت ولا ايه؟ لا هارد لك والله. النادي الاتحاد انا كنت بشجع الاتحاد. بشجع الاتحاد النهارده؟ كنت بشجع الاتحاد والله. كنت بشجع، بس انا زعلت ان الاداء كان ضعيف جدا، وكان في اخطاء كتيره في ما كانش فيه طرد، ما كانش ينفع الطرد الفابينيو. انت شايف ان الاتحاد حرام يحصل فيه كده؟ حرام طبعا يحصل في كده. حمد الله ولا بنزيما اللي يلعب اساسي؟ حمد الله اساس على بنزيما. حمد الله كان قوي النهارده. بنزيما كان بيلعب على الواقف. واحب اوجه للاداره لازم صفقات جديده. ما حدش شاف بنزيما، وكانت كل الاهداف كانت من ناحيه حمد الله. ما كانش فيه ثرو باس، ما كانش فيه اي تغطيه. كل الحكايه كان حمد الله كان بيلعب لوحده النهارده، وبنزيما كان واقف. حمد الله بنزيما متعالي على الكوره، شايف نفسه خلاص وصل لحد الكمال الكوره، ومو الكمال الشبع. خلاص تحسه قاعد يلعب بس يمشي، يبى فلوس ويبى يروح مكه يعتمر. خلاص معلش بنزيما شوف هو يبى الاخره العام. بس انا اقول لك بنزيما على هذا المستوى خلاص اجلس. بنزيما اوت برا. بنزيما ما بيجري، ما له نفس يلعب، ما لك نفس في الكيان. اطلع برا يا شيخ. بنزيما ولا حمد الله؟ مين اللي يقعد؟ حمد الله احسن الصاطي. ايش احسن من بنزيما حاليا الموسم هذا؟ ايوه حمد الله احسن من بنزيما. بنزيما ايش قاعد يسوي في الملعب؟ ايش قاعد يسوي في الملعب؟ رونالدو عمره 38 سنه، شوف الملعب كامل قاعد يحرسه. والموسم سوق الانتقالات هذه الشتويه والله احنا نحتاج دعم من صندوق الاستثمارات. عبد الرزاق حمد الله دايما بيثبت ان هو كبير وتقيل في وجود كريم بنزيما. للامانه عبد الرزاق حمد الله مهاجم مغربي قناص وبلدوزر، وبيهد اي دفاع قدامه. ما اقدرش اقول ان هو عالمي في وجود لعيبه كبار جدا، سجل هدفين في النصر، حاجه كبيره جدا لعبد الرزاق حمد الله. اعتقد ان هو يعني ممكن ينهي الموسم جايب اجوان اكتر من بنزيما، فبجد لعيب كبير جدا، مستنيينه في بطوله افريقيا يعمل شغل عالي ان شاء الله. النهارده الاتحاد والنصر 5-2 لحد دلوقتي المباراه شغاله. حمد الله سجل هدفين الاتحاد يا جماعه، اذا حمد الله تفوق في وجود بنزيما. انا بشوف تلعب واحد فيهم حمد الله او بنزيما. لما سالت كل جماهير الاتحاد حاليا دلوقتي قال لك لا حمد الله اللي يستمر. الاعلاميين قال لك حمد الله اللي يستمر. والله الاتحاد داق خشم النصر قد لفت. بنزيما تقدم والتوب. حمد الله حتى تلاعب مستحيل. الله يا حمد الله، الأمور في طريقها للتسوية ولكن خارج الملعب. تاليسكا يا جماعه بيحرز الهدف الثاني للنصر. 2-1 للنصر في ارض الاتحاد. فول طعميه. سي فول طعميه. ازيك يا اسطى؟ ازيك يا اسطى؟ يا باشا حبيبي مو صلاح coming down the way. الاتحاد بيتعادل يا جماعه 2-2 في الدقيقه 55. شوفوا يا جماعه حمد الله تجيب بنزيما ويفضل هو حمد الله لازم نجمه ساطع في كل مباريات الدوري السعودي. حمد الله لازم يا جماعه ياخد حقه اكتر من كده، يسجل لك هدفين ولو استمر ممكن يسجل الثالث كمان. النصر يا جماعه بيسجل الثالث من ضربه جزاء. هو فين يا جماعه؟ احنا بنلعب في الدوري السعودي النهارده. الدوري السعودي بقى حاجه عالميه، بتستمتع بمباراه عالميه. 3-2 قلت لك في 5 اجوان هيجوا للنصر، يعني لسه فاضل هدفين للنصر. والطرد بتاع فابينيو اعتقد الموضوع هيبقى مفتوح للنصر انه يسجل الجولين اللي لسه. الاتحاد صعبان عليا. ليه صعبان عليا؟ الاتحاد جاي من سلسله هزائم كتير ونتائج مش كويسه، ولكن النصر محتاج يفوز النهارده عشان يفضل في المنافسه، والاتحاد محتاج يفوز علشان يفوق. انت محتاج تتعاطف مع مين؟ انا بحب بنزيما وبحب رونالدو، مع ان انا بنتمي للاهلي المصري فقط، ولكن انت مش عارف تشجع مين النهارده، انت قاعد تستمتع فقط. توقعت النتيجه 5 للنصر. 5 النصر هيجيب الخامس. لسه قدامنا 12 دقيقه ولا 11 دقيقه ممكن، خصوصا ان الاتحاد مطرود منه لعيب في ماتش روعه. النصر مش هيرحمهم.
الاتحاد عايز إعادة ترتيب، عايز إدارة تتعامل مع نفسيات اللاعبين خاصة بعد الخروج من كأس العالم للأندية والخسائر المتتالية. محتاج مدافع. حجازي لسه يعني زي ما أنت شايف اليوم مش موجود. محتاج جناح. حجازي يعني اللي بيحصل ده سيناريو مجنون، ولكن هو متوقع. النصر منظم، النصر فريق عالمي، النصر يمتلك رونالدو، تاليسكا، ساديو ماني، ثلاثيه في الخط الامامي مدويه وقاتله. النصر مع الجهاز الفني مع المدرب من بدايه الموسم وهو ماشي بخطوات ثابته، عكس الاتحاد السعودي اللي مشى نونو سانتو، وعكس الاتحاد اللي عنده مشاكل من بدايه الموسم وعدم الاستقرار وبعض المراكز اللي فيها نواقص. احنا بنتكلم على ضعف الاظهره، بنتكلم على قلب الدفاع، بنتكلم على اصابات، وبالتالي ان الاتحاد يقدم السيناريو ده قدام النصر فده يحسب للاتحاد السعودي، لان النصر النهارده مسجل 4 اهداف 4-2، وانت بتتكلم واحنا بنتكلم على واحده من اقوى خطوط الهجوم موجوده هنا في الدوري السعودي. واحنا لسه بنقول يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس جه، محمود قال لك هيجي 5. قلت لك الخامس هيجي وممكن يجي تاني والله، بس المنظر ده ما يعجبناش. ما نحبش ان الاتحاد يجي فيه 5 اهداف كتير جدا، 3 من الاهلي، 3 من الرائد، 5 من النصر. ارقام كبيره جدا، في مشكله لازم تتحل في الاتحاد.